انواع واشكال المطابخ كتير وانت بتختار تعمل شكل مطبخك، او ايه موضة الالوان السنه دي وايه الديزاين اللي يطلع في الاخر شكل مطبخي حلو وجميل. وكمان لو عاوز تعرف الموضه السنه دي في المطابخ رايحه فين، تابع معايا الفيديو ده للنهايه وانت ان شاء الله هتخلصه وتكون عارف هتعمل ايه بالظبط في مطبخك من حيث الالوان والشكل والديزاين والخامه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. معك سلامة عشري ودي قناة مطبخ العمر. لو حابب تتابع معايا وتعرف كل جديد في عالم المطابخ وايه المستحدثات اللي بتحصل باستمرار، ما تنساش طبعا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. هندخل في الموضوع على طول. احب اقول لك ان موضة السنة دي 2023 بتميل الى البساطة والهدوء في المطبخ. بتبقى ست البيت النهاردة مش عاوزة ان هي تعمل حاجات كتير ودوشة كتير في المطبخ، ميالة ان هي تعمل مطبخ سيمبل وهادي وجميل، وكمان ممكن تعمله لون واحد. الذوق العام السنه دي بينقسم الى اكتر من جزء من حيث الالوان ومن حيث التصميم ومن حيث الخامات. فاحنا هنتكلم في البدايه من حيث الالوان. من حيث الالوان عندي طبعا زي ما انتم كلكم عارفين مطابخ الخشب والمطابخ الالوميتال. هنتكلم في البدايه عن المطابخ الخشب. المطابخ الخشب معايا النهارده بعد دخول الخامات الجديده زي الاكليريك والبولي لاك والاتش بي ال والكلام ده كله، بيبقى الهدوء والبساطه هي الاتجاه العام وهي السائده حاليا في اختيار الالوان وفي اختيار التصميمات. فنلاقي مثلا ان العميل النهارده مش عاوز دوشه كتير في المطبخ، مش عاوز كركبه كتير، مش عاوز وحدات طالعه ونازله زي زمان، لان ده كان الشائع زمان حوالي 4 سنين او 3 سنين. انما النهارده بيبقى العميل عاوز المطبخ كله على سوا واحد زي كده. اما من حيث الالوان بقالنا حوالي اكتر من 6-7 شهور شغالين على الوان محدده مش ما اتغيرتش، احتمال كبير تستمر معايا لاخر السنه. طبعا في الاخشاب الابيض الناصع او الاوف وايت، دول اكتر لونين شغالين معايا في المطابخ الخشب الفتره اللي فاتت. ولما العميل بيحب يطعم المطبخ او يكسر اللون، مثلا لو الابيض فبيخش معانا الوان الخشابي سواء بقى الغامق منها او الفاتح، وكمان مع الاوف وايت بيدخل الدرجات الخشابي، فدي بتكون اضافه رائعه للمطبخ وبتخلي شكل المطبخ طبعا مع شويه اضاءه ورم في المطبخ بيبقى ملوش حل. اما المطابخ الالوميتال فالالوان السائده الفتره اللي فاتت كانت اكتر من لون. كان الابيض برضو كان معانا والاوف وايت، ومعاهم اللون الثالث الكافيه. ولما بنعمل الابيض في الالوميتال بيبقى ابيض ساده مع رخامه سودا او مقابض سودا، يكون المطبخ شكله حلو جدا وتحفه. اما الاوف وايت يعني نعمله المطبخ كله لون واحد اوف وايت، او ان انا اكسره باكتر من لون في بيليق معاه الاسود بيخش معاه بيبقى جميل جدا، او ان انا اعمل درجتين، اعمل الاوف وايت مع الكافيه بيمشوا مع بعض برضو بيبقوا حلوين قوي، او بنعمل الكافيه الساده او بنطعمه بالاسود بيكون تحفه جدا. اما طبعا عشاق الغوامق فعندنا طبعا اللون الاسود ساده بيكون فظيع جميل جدا، او اللي هو درجه الرخاميات اللي زي كده منتشره برضو اليومين اللي فاتوا دول من درجات اليوفي لاك في الاخشاب. اما بقى من حيث الديزاين والتصميم بتاع المطبخ وشكله النهائي، زي ما قلنا من شويه ان خلاص العميل النهارده ما بقاش عايز كركبه في المطبخ، ما بقاش عايز زحمه، عاوز يدخل يحس في المطبخ بالهدوء والبساطه والشياكه في نفس الوقت. فبيبقى زي ما قلنا بنعمل المطبخ كله على سوا واحد وسيمتريه واحده من تحت، ولو عاوزين نزود مساحات تخزين فبنعمله للسقف من فوق، وكمان لو عاوزين مساحات اكبر في التخزين اللي فوق بنعمل الجزء اللي فوق بيبقى بارز عن المطبخ زي الوحدات دي كده بالظبط، بتديني لمسه جماليه وطابع خاص في المطبخ. ممكن بقى الوحدات اللي فوق نعملها ازاز فامي زي كده، او ان احنا نعملها لون تاني ميكس مع اللون، سواء كنا هنعمل مثلا لون الاوف وايت فممكن ياخد معايا الوان كتير جدا زي مثلا جري غامق، ياخد معايا لون من الالوان الخشابي بيبقى حلو برده جدا. الذوق العام دلوقتي اتجه في شكل المطبخ الى المقابض البيلت ان اللي هي زي كده، او من غير مقبض خالص في المطبخ اللي هو التاتش زي كده، ان انت بتعمل مطبخك تاتش من غير مقبض خالص فوق، بس تحت طبعا ما بينفعش يتعمل من غير مقبض علشان الادراج، ان انا اقدر اشد الدرج بتاعي ويطلع ويدخل زي كده. بيبقى فيه طبعا من الادراج دي اللي هي التاتش، ولكن مع العمر الطويل ما بننصحش بيها. برضو من حيث التصميم في ناس بتحب ان المطبخ بتاعها يكون كله ظرف بتفتح، وفي ناس تانية لا ما بتحبش الروتين الممل في المطبخ. طبعا في الحالة دي بنكسر المطبخ بكام ضرفة قلاب بالعرض المطبخ، ومن الجزء السفلي بنكسره بالادراج العميقة من تحت اللي هي بتشيل معايا الحلال الكبيرة وتخرج لي بره بدل ما انا اقعد ادخل لها جوه. وبالنسبه للوحدات اللي فوق اللي بتكون بارزه دي، بنقدر ان احنا من تحت نعمل شريط ليد فيها،
وكمان بنعمل ليد بروفايل تحت المطبخ داير ما يدور في الجزئيه دي، بحيث ان انا بحاجات بسيطه جدا وبحاجات سهله جدا اقدر ان انا ادي لمطبخي الشياكه الكامله اللي انا بحلم بيها. الحاجه بقى اللي انت لازم تتاكد منها قبل ما تتفق حتى على تنفيذ مطبخك، وقبل ما حتى ما تفكر في المطبخ وانت لسه بتشطب الشقه في البدايه، لو الشقه طبعا مش مستلمها مهندس متخصص في تشطيبها يقدر يوزع لك الاجهزه ويعمل لك تصميم 3 دي والشقه لسه على الطوب الاحمر، ان انت لازم تاخد بالك من اماكن الاجهزه بتاعه المطبخ سواء الغسالات او البوتاجاز او الثلاجه. لازم ان انت تحدد كل مكان جهاز هيكون فين بالظبط في المطبخ، علشان ما تجيش بعد ما تخلص سيراميك وتخلص تشطيب الشقه وانت بتتفق على المطبخ تكتشف ان الاجهزه هتبوظ لك المطبخ، او ان انت هتصرف فلوس تاني على تعديلات سباكه وعلى تعديلات في المطبخ علشان يطلع مطبخك مريح. الكلام ده بيبقى من البدايه خالص. فلازم تتاكد ان اجهزتك كلها متوزعه بشكل كويس جدا وبشكل يحافظ على مطبخك وبشكل يريحك في الاستخدام. اما بقى بالنسبه للخامات بتاعه المطابخ فايه افضل من ايه، فما تنساش تتاكد ان انت معايا مشترك في القناه ومفعل الجرس علشان ده هيكون موضوع حلقتنا الجايه ان شاء الله. وطبعا مش محتاج اقول لك ان لو عجبك الفيديو واستفدت منه باي معلومه ما تنساش تعمل لايك وتشيره لاصحابك علشان كل الناس تستفيد منه. ولو في اي استفسار او في محتاج اي تفصيله في اي جزئيه في اي جزئيه في اي جزئيه بخصوص المطابخ، طبعا سيب لي استفسارك تحت في التعليقات وبفضل الله بنرد على كل الناس وما بنسيبش اي تعليق مش مردود من غير ما نرد عليه. كان معكم سلام عشري، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.